يعطي العطا من كان ضارم بالعطا، ومن بالعطا من كان خاله لاش. عودتكم اني نقول لكم الصور اللي تبيض الوجه، والافعال اللي ترفع الراس، والصور المشرقه التي نفتخر بها كلنا من هذا المجتمع الوفي. غريب الحبابي احد رجال الاعمال في المنطقه الجنوبيه، عنده عماير ومجر شقق على الناس ومجر. في احد المستاجرين عنده في احد العماير بهذله ما يعطيه الجار، وعود يوم جاء ذيك المره المنطقه الجنوبيه قال خلني اروح لا دق الباب اقول اعطني جار يا ولد انت علامك علي. راح دق الباب هيا لا يفتح، دق الباب على يفتح. الرجال راعي البيت معسر ولا عنده شيء ومستحي انه يقابل غريب، وغريب الرجال محرجهم بالطيب. عود فتح مع مدخل ثاني مع باب ثاني وروح وركب له ذاك الدباب يكد عليه وانحاش لاجل ما يقابله. غريب شاف الدباب يمشي خط ما طرى على باله، عود راح غريب لاهله قال يمكن ما في حد بس يرجع لهم بكره ولا بعد بكره. قدر الله على هذا المستاجر انهم غير طلع من عنده ويعترض له الخط السريع ويعترض ذيك السياره ويتصدمه وهو يتوفى بالحال. قعد غريب اليوم الثاني او الثالث وراح بيدور له مره ثانيه. يوم جاء هم للسيايير هم للعرب هم يلزم له ذاك البرع اثره من عيال الرجال اللي مات. يا ولد وش الزحمه ذي وش فيه؟ قال والله ابويا امس راح بالدباب عشان ما يقابل راعي البيت وصدم السياره وتوفى. هم ليه ما استصاب انت يا غريب؟ قال لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله ان الله وانا راجعون. عود دخل عزاء عليهم ورجع. لو انه من الضعوف عباد الدينار والمال كان قاعد يقول وجه الله راح ما سدد جاري قاعد تبدون ايار ومن اللي بيعطيني ايار بورط في المره ورعانها. لكن له لا، غريب رجل، غريب مسلم، غريب مؤمن، غريب راسه مليان دين وشجاعه وشيم وقيم. لان حتى الكرم ترى شجاعه يا اخواني، من اللي يقدر يرخص ماله ويرخص مخباه الا شجيع الدندو. يوم خلص العزاء ويعود بيت الرجال يدقهم لذا المره ويعويلها واني 5 مدري 4 حالتهم حاله. يا مره وش وضعكم؟ قالت والله ان ما نملك الا الفراش اللي تحتنا، والله يا زوجي الله يعفو عنه انه ما نحاش من كله ماكل وجه منك خجله ما يبغى يقابلك جمايلك علينا يا كثرها وانا ما املك شيء انا والبرعان ذولا الا الله. قال تدري بشري والله بالسفر والله يعفو عن الرجل بكره قابليني في المحكمه. قالت ايش؟ قال بكره قابليني وهو يعدي على كتابة عدل وهو يروح طال عمرك وياخذ هويتها وهو يفرغ العماره كلها باسم المراه وعيالها. قال شوفي يا بنت الاجواد اما الشقه اللي انتم فيها اسكنوا فيها واما الشقه الباقيه اجريها وصار في بحال ذا اليتامى لين الله يرزقكم ويكبرون ويسدون حالكم حالها. العماره لكم كلها ما عاد ابغاها. شوفوا يا اخواني الوفي الكريم اسال الله انه يعوضه بالجنه، اسال الله انه يجعل منزلته في الفردوس الاعلى من الجنه، اسال الله ان يكثر من امثاله. راح يطالبهم بجار شقه وعود اعطاهم العماره كلها بصدقه. بيض الله وجهك يا احبابي.